الو اوكي، النهارده جاي اقول لك ليه تشتغل بالدولار بدل الجنيه. زي ما انت شايف كده. الو هاي، عامل ايه؟ انا جايلك من المستقبل وبقول لك افتكرت تعمل لي فولو على الانستجرام والتيك توك ولا لسه؟ لا، لو سمحت تعمل الانستجرام والتيك توك، عشان كان المفروض الحلقه دي عن الفيجيتيريانز. زي ما انت شايف كده بتكلمش عن الفيجيتيريانز، بتكلم عن الدولار عشان اللي عملوا فينا. اعمل فولو على الانستجرام والتيك توك، وهتلاقيني منزل اسك تاني عن الفيجيتيريانز، فلو عندك سؤال يبقى اسأله هناك. بيس. يلا روح كمل الفيديو بقى. جود باي يا مشان. او انت هتلاقيني تاني بس كمان شوية. جود باي. مبدئيا كده لو انت ما تعرفش، فانا حابب اقول لك ان الجنيه بينهار ابيض. انا مش عارف اقول لك ايه تاني غير ان الجنيه بينهار، واحنا كلنا بننهار. انا زعلان وخليني قاعد كده زعلان. طب يا صاحبي، طالما الجنيه بينهار انت ليه قاعد كده وهو ليه قاعد كده؟ وزعله ده هيفيده بايه؟ حد يقول له يا جدعان. تعالى انا اقول لك. بص، مبدئيا انت زعلك ده ولا هيفيد ولا هيحل ولا يعمل اي حاجه. ثانيا تعالى اقول لك على قصه كده. انت حضرتك، بص خليها لصاحبي اللي جاي ده وخلاص. تعالى سحس، تعالى خش. جاي لك اخويا. ازعل انا كمان. اوكي خليك زعلان. بص يا صديقي، من اول ما ذاكرة جوجل كده ماشي، يعني جوجل اخره كان من 2003 ولحد دلوقتي، ومن الفترة دي والدولار زايد 383% من 100 في 10. يعني زي ما انت شايف كده هو 383.8% من 10. هو رقم كبير. اوكي انا عارف ان انت اتخيلت من التيشيرتات وكنت حالف اول فيديو ودلوقتي لا، كنت حالف اخر. استنى، ما كنتش حالف اول فيديو وحلقت دلوقتي ومش عارف ايه. انا عايز ابشرك واقول لك ان الفيديو ده فيديو مش راضي يخلص. بدات اصوره يوم 13 يناير اللي هو ده، النهارده يوم 19. صباح الفل ومساء الخير. تعال بقى اشرح لك موضوع الدولار ده بسرعة ومن غير تفاصيل كتير، ليه يغلى وليه بيرخص وايه اللي بيحصل ومش عارف ايه، وببساطة عشان انت لو واحد مش فاهم اي حاجة زي كده هتفهم ان شاء الله. يعني ماشي، بيقول لك بقى موضوع الدولار ده بيغلى ليه. عشان اول حاجة في سوق سودا. هو مش سوق عادي كده بتروح له كده، ده سوق معنوي تقريبا، يعني تقريبا ما اعرفش. عامل زي سوق البورصة كده، انت ما بتروحش مكان، ولا البورصة مكان؟ البورصة مش مكان بتروح تشتري منه حاجات في ايدك، لا انت كلها معاملات اونلاين وكده. فالسوق السودا تقريبا نفس النظام. فالحوار كله بيبدأ من السوق السودا دي، بتغلي سعر الجنيه، بتغلي سعر الدولار. فالمستثمرين كمستثمرين ما بيحبوش يعملوا كده. بص يا ريس، السوق السودا تبيع مثلا الجنيه ب20 جنيه، لما مثلا السوق السوداء تبيع الدولار ب20 جنيه والبنك يبيعه ب12 جنيه، فالمستثمر ما بيعجبوش اصلا الكلام ده، وان في سعرين للجنيه والدولار وكده بيسموه سعر الصرف، فهو ما بيحبش الكلام ده. فهنا بقى البنك يعوم الجنيه عشان يقضي على الفرق اللي ما بينهم ده، فيبقى الاتنين بيبيعوا ب20 جنيه. الدولار بيبقى بيتباع ب20 جنيه، فهنا يحصل تعويم وهنا يحصل تضخم، وهنا المستثمر يستريح، وهنا انا توه وانت كمان تتوه، وهنا محدش فاهم حاجة. هي دي كل الفكرة بتاعت التعويم والجنيه، وتقريبا هو ده اللي حصل في اليومين اللي فاتوا دول، او الاسبوع اللي فات يعني. والدولار بقى ب30 جنيه و32 جنيه، وبعد ما كان ب20 وزاد بقى 25 وكلنا كده. يعني ده اللي حصل. فحضرتك بقى واحد بتقبض بالجنيه، قول مثلا من 2013
ل 2023 10 سنين بتقبض 2000 جنيه، فانت الدولار عالي والجنيه زي ما هو، يعني ال 2000 جنيه دول هيعملوا 200 جنيه النهارده. انما بقى تعالى الواحد بيقبض بالدولار، لو الدولار كان ب 10 جنيه في 2000 على 10 فيها ال 200، فانت تقريبا بتقبض 200 جنيه. 200 جنيه برضه، انت لو بتقبض 200 دولار لحد يومنا ده بعد 10 سنين هيبقى قيمتهم 2000 دولار مش 200 دولار. صح كده ولا انا فاهم غلط؟ بص انا مش عارف، بس ده اللي انا فهمته، وده اللي انا حاولت افهمه لكم وافهمه لك عزيزي المتابع والمشاهد. بس يعني دي كل حاجة كنت عايز اقولها. ما تقبضش بالجنيه، اقبض بالدولار وخليك ثابت زي الدولار كده، او الدولار في الطالع، بس انت يعني حاول على قد ما تقدر ما تنزلش زي الجنيه. وما تنساش الاسك بتاع الفيجيتيريان ده، عشان انا ما عنديش افكار اتكلم بيها عن الفيجيتيريان غير هتعزمه على ايه لو عزمته وهتعمل ايه معاه في رمضان الجاي ده. وكل سنه وانتم طيبين. هو لسه فاضل كام شهر على رمضان؟ ما علينا. انا ما عنديش افكار اتكلم عليها على الفيجيتيريان عشان ده حالي الطبيعي. فشوفوا انتوا عايزين تسالوا ايه وبس. دي كل حاجه في الفيديو. ليه تقبض بالدولار مش بالجنيه؟ وطبعا انت سبت الفولو على الانستجرام والتيك توك لاخر الحلقه زي ما انا بعمل، او الفيديو يعني زي ما انا بعمل برضو. فاهو الانستجرام وهو التيك توك، وده فيديو قبل ده على طول. واشترك في القناه وفعل الجرس يعني لو اشتركت في القناه، لو ما اشتركتش خلاص ما تفعلش الجرس عشان مش هيبقى فيه جرس. وبس. I don't know when I uploading a new video، بس سيبها على الله. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله قريب، وجود باي.